السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رجاء المغربية. كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. بعد طول غياب رجعت لكم بهذا الكيك الرائع، كيك فردي بطريقة جد بسيطة. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. بالنسبة لطبقات الكيك غادي نحتاجو 3 البيضات من الحجم الكبير يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نضيف عليهم كأس إلا ربع سنيدة أي ما يعادل 120 غرام سكر سنيدة. غادي نضيف عليهم قبيصة ديال الملح وواحد الساشي ديال الفاني من حجم 7.5 غرام. غادي نطرب الكل جيدا حتى يتضاعف ليا الحجم ديال الخليط ويصبح شيئا ما ابيض. من بعد غادي نضيف عليهم كأس الا ربع ديال الزيت النباتي اي ما يعادل 120 مليلتر، وغادي نطرب كذلك الخليط ديالي. بالنسبه للزيت غادي نبدا نكب شويه بشويه، يعني قطره بقطره، وانا تنطرب باش يبقى داك القوام ديال البيض طالع. وهادو راهما من اسرار نجاح الجينواز، نجاح الكيك، يعني جميع انواع الكيك الاسفنجي ضروري تبعوا هاد المراحل باش ينجح معكم. من بعد غادي نضيف كأس الا ربع حليب اي ما يعادل 120 مليلتر. كذلك غادي نضيف شويه بشويه وانا تنطرب. بالنسبه للطحين او الدقيق غادي نضيف 200 غرام ديال الدقيق نوعيه ممتازه. غادي نضيف عليهم خماره وحده من حجم 8 غرام. غادي نغربلهم، ولكن غادي نضيف نصف ديال الخليط ونخلطه حتى يتجانس ليا مزيان. ومن بعد غادي نضيف الكميه المتبقيه، وانا تنخدم بهذه الطريقه باش نحافظ على داك القوام ديال البيض اولا الفوليم نخليه هو. هذا هو القوام النهائي ديال الكيك ديالي. تتكون العجينه مرخوفه اولا جاريه باش تجيني اسفنجيه كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. غادي ناخذ طاوه ديال الفرن من حجم 27 سنتيم على 27. غادي نفرش فيها ورق الزبده وغادي نصب بهذه الطريقه. دائما تنهز ايديا الفوق ونصب الخليط. غادي نسخن الفرن من قبل، من بعد غادي نقاس عليه كي بحال الشمعه وندخلها حتى تطيب على خاطرها. بالنسبه للكريم غادي ناخذ 360 مليلتر ديال الحليب. غادي نضيف عليه ملعقه ديال السكر سنيده، نوضعو فوق النار حتى يدفى، غير يدفى فقط ما نخليش حتى يغلى. هنا غادي ناخذ واحد البيضه، غادي نطربها مزيان. من بعد غادي نضيف عليها 2 معالق ديال النشا اولا مايزينا، وغادي نطربهم كذلك جيدا. بالنسبه لهاد لاكريم يمكن لكم فقط تستعملوا لاكريم باتيسير مع الحليب مع سنيده وكذلك الفاني. هنا غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني وغادي نطربها جيدا مع الخليط. غادي نضيف الحليب شويه بشويه وانا تنطرب. من بعد غادي نردو الكاسرونه ونحطو فوق النار حتى يعقاد ويغلى ليا وانا تنحرك. هنا غادي نزولو فوق النار وغادي نضيف عليه 2 المعالق ديال البخاليني ديال اللوز اللي تيعطيه واحد النكهه رائعه وشيء مغاير. غادي نطربهم مزيان مع هاد لاكريم باتيسير وغادي نوضعهم في اناء. غادي نغطيهم مزيان بالفيلم اليمونتير وندخلهم للثلاجه حتى يبردوا مزيان. بعد ما طاب الكيك غادي نخليه حتى يبرد. كيف ما شفتوا راه تياخذ هذا اللون الذهبي.
وما تياخدش بزاف الوقت في الطياب، ديك 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه تقريبا على نار مهيله. هنا غادي نقطعو بهذا الكاس، يعني يمكن لكم تستعملوا قطاعات اي حجم بغيتوه ديال الكاس، يمكن لكم تقطعوا به، يمكن لكم تقطعوه على شكل مربع، هذا شكل اختياري. غادي نقطعهم كيف ما شفتوا، راه هي هشيشه تجي اسفنجيه مهويه رائعه، غير جربوها. وهذا الكيك وهذا المقادير ان شاء الله غتبقى عندكم هي المعتمده في العديد من الحلويات، راه ماشي فقط غير هذا الشكل، يمكن لكم تستعملوها في العديد من الاشكال. جميع حلويات لاكريم تقريبا يمكن لكم تستعملوها، راه هي ناجحه. هنا تنقطع وغادي نحطهم، من بعد غادي ندوزو المرحله الثانيه ان شاء الله. بالنسبه للبقايا ديال الكيك اللي بقاو ليا، غادي ناخذ واحد الحكاكه وغادي نحكهم هما باش غادي نزين الكيكه ديالي. بالنسبه للكريم غادي ناخذ 250 غرام كريمه الشونتيي، غادي نطلعها نص تطليعه، يعني ما نطلعهاش حتى توقف كيف ما شفتوا. من بعد غادي ناخذ لا كريم باتيسير اللي غادي يكون بارد، وغادي نبدا نضيفو شويه بشويه على ديك الكريمه وانا تنطرب حتى نكمل الكميه ديال لا كريم باتيسير ويعقد ليا لا كريم ديالي. غادي ندوز المرحله ديال المونتاج. هنا غادي نحتاج القليل من الحليب، حليب عادي بارد، غادي نسقي به القطع ديال الكيك. حاولوا تشربوهم مزيان. هنا ما ضفت ليه حتى شي حاجه، يمكن لكم تضيفوا الفاني او لا اي نسمه بغيتوها. غادي ناخذ داك لا كريم، غادي نوضعو بالبوش من فوق الكيك. هنا تنقادو شويه باش يجينا مقبب بالمعلقه صافي، وغادي نبدا نوضع عليه داك الفتات ديال الكيكه. بهذه الطريقه. بالنسبه للكريم راه تيعقاد غير مع التراب تيعقاد. بالنسبه للاخوات اللي عندهم يعني بعض الكريمات ماشي حتى ليه ناقصين شويه في الجوده، يمكن لكم تستعملوا او لا تضيفوا الجيلاتين، يعني ورقه تاع الجيلاتين غادي تفزكيها وتضيفيها لداك لا كريم باتيسير فاش يكون سخون وتذوبيها فيه. من بعد فاش يجمد راه غادي تضيفي عليه الكريمه السائله وغادي يعقد لك مزيان لا كريم. وصفتنا لليوم ها هي، تتجي رائعه جدا شكلا ومذاقا، شي حاجه جديده، شي حاجه فرديه تفرحي بها وليداتك. تتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم فيديوهاتي كما العاده ما تنسونيش من اللايكات وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاهل والاحباب لتعم الفائده. والناس الجدد اللي مازال ما اشتركوا في القناه اشتركوا فضلا وليس امرا. مرحبا بكم، وتنتمنى تدعموني باش نزيد نقدم اكثر واكثر. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.